كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. كتير من المرضى نتيجة معلومات خاطئة اتقالت لهم أو قرايات خاطئة أو ترجمات خاطئة للمكتوب على الإنترنت عندهم تصورات خاطئة. هرد على بعضها لأن دي جت لنا في رسائل كتير. أول حاجة، تحليل ال DNA لا يساوي الذئبة. ال DNA بيبقى إيجابي في حالات كتيرة جدا. تحليل ارتفاع الميكروب السبحي لا يساوي حمى روماتيزمية. كتير قوي من الحالات بتجيلي وبوقف البنسلين. تحليل حمى البحر الابيض المتوسط الاميلويد لا يساوي ان المريض عنده حمى البحر الابيض المتوسط نشط، لانه بيعلى في حاجات تانية، حتى اختبار الجين. عشان كده مهم في الثلاث حالات دول ان احنا نتوجه لدكتور الروماتيزم، عشان هو اللي عنده القدره انه يعمل حاجه اسمها انتربريتيشن، او يقرا التحاليل بعين ناقده ويقول لك التحليل ده ايجابي، ايه تفسيره، وهل هو في سياق المرض اللي تم تشخيصه ولا لا. ومهم جدا زي ما بتروح لدكتور الروماتيزم عشان هو سبب من الأسباب، مهم جدا إنك تروح لفارج الهم وتدعيه بدعاء الفرج. كلنا عارفينه اللي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الطائف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. وتكملة الحديث والدعاء كلكم عارفينها. علمهولي صديقي الله يمسيه بكل خير، ومن ساعتها كل ما أحس بضيق بدعي بيه. ربنا إن شاء الله يتم شفاكم جميعا على خير ودمتم سالمين.